هيدا بالعكس، هيدا استقلاليه للمراه. هيدا مش انه انا يعني حتى ايفن من بيي انا مثلا ما بطلب. انا وصلت لمرحله معينه، يعني وصلت عمري 16 سنه 17 سنه بلشت اشتغل. هيدا الشيء مش عيب لما واحد يشتغل وهيك. يعني انا صار عمري 18 سنه انا وقفت انه انا اخذ من عندهم مصروف. طب ما هيدي كيف بدك تعمليها؟ بدك تشتغلي. حلو الاتكال على النفس. ما هي فانا بحب لا بقول انا بدي اصرف، بدي اسافر، بدي هيك، بدي اعمل اللاين، بدي هيك، لازم انا اشتغل. فليه بدي اتكل على الرجال؟ نعم. ليه؟ وين المراه؟ طب بهيدا الوقت كله شغل شو كنت عم تشتغلي تحديدا كوظيفه ثابته جوانا، بما انه اللاين ما انطلق بعد؟ يعني تنبلش ناخذ. انا اشتغلت كذا شغله. انا كم فتحت محل ثياب أوكي. كمان مده 3 سنين كرمال هيك يعني بلشت بنفس الاجواء. يعني نفس الاجواء. اشتغلت بالعقارات. هي بتطلع بس هيدي بتطلع. ايه 3 years اشتغلت. اوكي. كانت شغله كثير منيحه وهيك. بس كمان شوي إلها ما في شغله بتريحك، إلها عراقلها يعني. مزبوط. على طول بتلاقي الناس. بتفكري بالسياسه؟ يعني هيدي النزعه القياديه اللي عندك اياها والاستقلاليه اللي عم تحكي فيه، انا دغري بشوف فيه قاده سياسيه او نائبه او حدا يحكي باسم الببليك، يعني باسم لا انا ممكن اعمل جمعيه الصراحه. اي جمعيه للعراقيين. ضد الرجال؟ ما تقولوني شيء. ما تقولوني شيء. لا انا مش ضد ليك انا ضد الرجل، لان انا بقول المراه لها كيانه عن جد. انا هيدا الرجال فاين، هو قلت لك هو خيي، هو بيي، هو عمي، هو راح يكون يوم من الايام ابن الجيران، يوم من الايام حيكون زوجي. فمش بالعين نفس بس عم تقوليها مش اول مره. لا تحكي عن جوزي وهيك عرفتي. عم بقول نو لان انا عن جد بحب الاستقلال، بحب يعني انا بحب اتكل على حالي. طيب جوانا بهالكاركتر اللي انت فيه، هيني يتقرب منك الرجل او يطلع له فرصه او تشانس انه يكون معك؟ لا صعب. بحس بحسهم بيخافوا اصلا هو الرجال بيخاف من المراه شخصيتها قويه عن جد. وهيدي انا كثير لاحظتها، بحبوا المراه تكون هيك شخصيتها ضعيفه هيك اللي يعني هو تكون بدها سند ويكون انه انت الحيط اللي انا بتكل عليه. اكيد الرجال سند، الرجال مش غلط، بس حلو يكون سند بالطرفين. يعني هو بيسند عليك وانت بتسند، بس مش انه والله هو هيك وانت اذا لا فضل الحيط اسندي على الحيط بهيدا الشيء. ما هي ما عم بقول لك الرجال ما بيحب هيك، يعني يحب المراه. طيب انت مع الرجل يعني معناتها بدك يكون شخصيته قويه بس بنفس الوقت اعطيها احترامها للمراه واعطيها الدور، لانه شخصيته ضعيفه كمان مش رح تحبيه. اكيد لا انا الرجال شخصيته ضعيفه اكيد لا. ما هيك بقولوا. لا مش لهالدرجه، بس يعني اكيد اصلا كرجل مش حلو واحد يكون شخصيته ضعيفه. يعني شو خلى للمراه يعني لا تكون هيك شخصيته؟ لا حلو، بس حلو الانسان يكون الرجل ما عنده حنيه مثل المراه، وهالشيء معروف. يعني الله من فوق عطى المراه كل شيء. بدك فيزيكلي فليه بيقولوا انه لا والله حواء اكثر من ادم، هي اللي بتعمل وهي بتسوي وهي اللي بتحرض وهي اللي لا ما في هيك شيء. الحنيه اللي عند المراه ما عند انسان بالعالم. هي بتحرض بحنيه، هيدا الفرق. لا مش بتحرض بحنيه، لا هيدا الشيء داخلها مش عم بتمثل فيه. الرجال ممكن انه مثلا بيجي وبتساليني ليه حطوا هالعنوان وزعلانه على العنوان جوانا. لا بس مش لهالدرجه. اكثر من لا مش لهالدرجه، بس انه فعم بقول لك انه انا ضد انه بيقول لك اول ذا تايم المراه هيك المراه هيك المراه هيك المراه هيك. لا بالعكس. طيب يعني بسالك المراه ما في اطيب منها. ايه طبعا نحن 3 نسوان شو بدنا نقول يعني. هلا اخر سؤال اذا بدي اسالك اياه، يعني شو القلب ما بدق بالهين؟ بده كثير تيدق انه مين بحرك لها مشاعرها وعاطفها؟ لا بالعكس انا كثير هيك بحب وكثير كرمال هيك عم بقول لك انا كثير عطوفه وحنونه. لا ابدا. مع الرجل مش مع الاولاد الصغار؟ لا مع كل العالم. انا كرمال هيك بحس الناس بتحبني عن جد، عشان قريبه انت من فانا ما لا بالعكس ماني. بس انا بحب انه يكون الرجال بيحسني انا مثلي مثلك. على مش نفس انت تيجي انه والله انا هون وانت هون. لا بدك تقعدني وتقعدني محل حدك اللي انت بتشوف حالك فيني وانا بشوف حالي فيك. مش انه والله انا الرجال هيك وانت يلا شي حدي بس بدون وانت حدي. لا بدي يكون هيك
سوا سوا. جوانا بقينا حوالي دقيقتين، خلينا نذكر سريعا بأبرز التحضيرات لإلك. العمل التلفزيوني قيد التحضير التقديمي ان شاء الله. على صعيد التمثيل في شيء جديد غير غزل البنات؟ في مسلسل عراقي بعدنا عم نتداول عليه، هو اول مسلسل عراقي بعمله. اوكي. بس ما بعرف لان هم بده ياني بشخصيه لبنانيه، لان هو تصوري. بدك تنقلي باللهجه وبكل شيء. مش هيك، انا بحكي انه عادي، بس انا ما بحب يعني انا عراقيه ومسلسل عراقي وبدي احكي لبناني، لا يعني عم تتداولوا بهذا اي المشروع. اوكي. وبنبقى نقول انه بالنسبه لخط الازياء رح يكون بشباط اذا الله راد. اول اثنين ان شاء الله حلبسكم. هلا اصلا تليفونك وعلى الشاشه تحت الهواء دغري بدنا نركض عليك نشوف الصور نطمن. اكيد اكيد. اوكي جوانا كريم، كنت كريمه معنا بكل الاشياء، وكان عن جد صفيح ساخن فينا نقول مولع. بدنا كمان نحن من يوم بيروت نتمنى لك التوفيق، وما تطولي الغيبات، يعني بتسافري على لندن بترجعي دغري على بيروت. بالعكس انا ما لي غنى عن بيروت اصلا. ثانك يو عن جد لكم، كثير كان حوار حلو. يا هلا فيك جوانا، شكرا لك. ومشاهدينا بنشكر متابعتكم لنا لليوم. بكره اذا الله راد ليليان وريتا بيطلعوا عليكم بحلقه جديده، كونوا على الموعد والى اللقاء.